وامتداد لتعاون احنا بدأناه مع مصر الخير، يمكن دي ثالث سنة نشتغل فيها مع مصر الخير مع بنك الطعام. ان احنا بنقول اولا ان احنا كوزارة تموين وتجارة داخلية لابد ان يكون لنا تواصل كبير مع منظمات المجتمع المدني. احنا بنسخر كل الادوات اللي ممكن تكون موجودة عندنا، سواء من اساليب تكنولوجية للوصول للناس او من شركات ممكن تقوم بالتوريد والتعامل مع الطاقة الكبيرة اللي موجودة عند المجتمع المدني ممثلة في مصر الخير وبنك الطعام. والحقيقة نشاهد ان احنا ماشيين كلنا بسرعة شديدة جدا وتفاهم عالي جدا وإدراك كبير جدا للقواعد اللي ممكن توفر وتقلل من تكلفة وصول الأمور والسلع إلى المحتاجين، لأن التكلفة دي هي تكلفة لوجستية في النهاية. الحقيقة اللي أنا شايفه تفاهم كبير جدا من المؤسستين في إدراك هذا الأمر لخفض التكلفة ورفع كفاءة الأموال اللي المؤسسات دي بتجمعها من كل المصريين، بترفع كفاءتها. هي مش بس بتوصل الأموال للناس، هي بتسعى لأن تصل الأموال بكفاءة أعلى، وبالتالي كل جنيه بيضاف لهذه المؤسسات بيوصل بقيمة كبيرة للمواطن، ما بيقتطعش منه قدر كبير. احنا بنعمل نظام للحكومات، نظام لوضع القيم اللي موجودة للمنحة اللي بتقدم للمواطنين من المؤسسات على كروت التأمين أو على فاوتشرز بتتعمل. الحكايه دي بتوفر علينا ان احنا نحط الحاجات دي، او توفر على المؤسسات انها وفر لوجستي، لانها بدل ما تجيب كراتين وتحط الحاجات داخل الكراتين وعمليات التعبئه وعمليات النقل اللي ممكن تاخد من 10 ل 15%، هو لما بيتحرك معانا بالطريقه ديت هو بيوفر ده لحساب المحتاج او بيوسع قاعده الناس اللي ممكن يوصل لهم. التفاهم في ده تفاهم عالي جدا. احنا يمكن فضيله الدكتور علي كان اشار واحنا كنا بنتحدث في ده، احنا عايزين كمان نرجع لورا كمان لمشاريع تكون ذات صله بالانتاج والوصول للمواطن، ويكون لها هدفين: هدف تشغيلي وهدف توصيل السلع الى المحتاج.